ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم في موضوع هو بالعاطفة كله هيعترض على كلامي، وبرضه مش هجزم ان صح او غلط، دي مجرد وجهة نظر، وكمان مش هزعل من النقد، واللي عايز يعترض على كلامي يعترض بالحجة والمنطق، واللي عايز يشتم يشتم، مفيش مشكلة. انا واحد من الناس معترض على المقاطعة. انت دلوقتي عايزني اقاطع شيبسي وبيبسي وهارديز وكوك دور وستاربكس وماك وكنتاكي الخ لغايه كده؟ انا موافق. وفر لي بقى البديل. في ناس طبعا هترد عليا وتقول لي البدايل كتير. انا ما اقصدش هنا بدايل الاكل والشرب، انا هنا بقصد بدايل العماله. تخيل كده معايا لو كلنا سمعنا الكلام وقاطعنا، بطبيعه الحال كل المصانع هتقفل. كل البراندات والماركات اللي احنا ذكرنا اسمها اصحابها مصريين والعماله فيها 100% مصريين، ما الا اني شاري بس الاسم او شاري البراند ده. ولو انا غلط يا ريت حد يوضح لي او يصحح لي. لك ان تتخيل بقى بعد كل المصانع وكل المحلات وكل البراندات دي قفلت، الناس دي قعدت في بيوتها. في ظل الازمات اللي احنا فيها المرتب الواحد فيهم ما بيكفيش الواحد اصلا. واحد هيطلع يرد عليا ويقول لي عادي يسيبوا المحلات دي او المصانع دي ويروحوا يشتغلوا في المصانع المصريه، زي مثلا او على سبيل المثال ليز، تايجر، الخ، احنا مش عايزين نذكر ماركات. هقول لك يا عم خليني معاك، بس خد بالك اصحاب المصانع دي، اصحاب المصانع المصريه عندهم العماله بتاعتهم. ويا عم قول كمان بسبب ضغط الشغل اللي هيكون بسبب المقاطعه هيقبلوا ناس، بس هنا هيبداوا يقبلوا اعداد محدوده والباقي اتشرب. يعني مثلا على سبيل المثال لو مصنع شيبسي قفل، مصنع شيبسي معين الافات من العماله، لو اتقبل منهم ناس هيتقبل اعداد بالمئات واقل من المئات كمان عشان بس يكملوا شغل المكن، والباقي في الشارع. تعال بقى اكلمك على الجزء المهم. اصحاب المصانع دول بقى مشاركين في اقتصاد الدوله من دفع ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة إلخ. ومن باب أولى لو الدولة نفسها شايفة إن هو المقاطعة ده حل، كانت الدولة نفسها من باب أولى إن هي تصدر قرارات وقف أو منع تصنيع أو فتح المحلات أو البراندات دي. أنا طبعا مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، ومش أنا لوحدي، ده العالم العربي والوطن العربي باستثناء طبعا شوية الخلايجة اللي احنا عارفينها. بس تعالى اديلك مثال بسيط قوي. تخيل إن أنا عندي 4 إخوات في خناقة، هل ينفع أضحي ب3 عشان أنقذ واحد؟ يعني أقتل 3 عشان أنقذ واحد بس؟ أنا من وجهة نظري الحلول العاطفية ما بتعتبرش حلول، الحلول العقلانية هي اللي دايما بتبقى حلول. وهنا أقصد الحلول العقلانية هي حلول الدولة، أو الدولة هي اللي تصدر لينا يعتبر أوامر، قطعوا فلان أو أوقفوا منتج فلان. أما الدولة اللي طالما ما خدتش موقف زي كده، إذا إحنا كده بنفكر بالعاطفة مش بالعقل. تعالوا ندور على حلول جذرية. على سبيل المثال الدولة نفسها تمنع تصدير أي شيء بيفيد الكيان الصهيوني. أنا مش هذكر حاجة بس حاجات معروفة طبعا. ومن باب أولى إن إحنا نقاطع دول الخليج اللي هي مطبعة مع الكيان الصهيوني نفسه، بدل ما إحنا قاعدين نشارك في قطع عيش الناس. ولينا بإذن الله قريب حلقة قوي عن المتلونين واللي بيحبوا ياخدوا اللقطة، واللي أنا بسميهم من وجهة نظري يترقصوا على جثث الموتى. آسف جدا إن أنا طولت عليكم، وأحترم طبعا ردودكم حتى ولو كانت الردود كلها سلبية. ربنا يحفظ أهل غزة ويبطل الحروب في العالم كله مش في غزة بس. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.